نارية وتقشعر الأبدان من النهاردة الجمعة في الساعة يولي، ونرجع لكم تاني في نهاية الفيديو. صباحكم بكل خير. هي ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، ليلة تضيء بنورها الساطع وجه القمر، ليلة يكتمل فيها البدر راسما صورا جميلة تحاكي بحبرها الزاهي ألوان الوطن. ترى حين يأتيك بما يريد، يأتيك بشيء ليس بإمكانك أن تفسر قطعا ما هو، لكنه الأجمل والأروع. كل الصور في مصر رائعة، النيل، الشوارع، المآذن، المقاهي. أم كلثوم تغني للأطلال، عبد الوهاب لليالي الطوال، عبد الحليم يغني جبار، محمد قنديل بين شطين، محمد العزبي للفؤاد والعين. كل ما فيها جميل. فؤاد المهندس، مدبولي، شويكار، لوحات مختار، الليل والنهار، صوت النقشبندي، طوبار، كل ما فيها جميل وآسر. آذان العشاء بصوت رفعت، ركعات في الأزهر، جولة في خان الخليلي والجمالية والدرب الأحمر. أتدرون لماذا نصر على مصر؟ لماذا نختار مصر؟ وأيضا أتدرون كيف نكتب عن مصر؟ دع نفسك لمصر واترك لها المهمة. هذا في كل مرة ما نفعل. نتدرع دائما بمباراة في كرة القدم، لكن مصر هي التي تكتب، هي التي تقول، مصر هي التي دوما تقرر، مصر التي لم تخلف يوما وعد أن تفتح أحضانها للناس، لكل الناس. مصر الشامخة الصابرة الساحرة، مصر التي شيدوها وطنا للحب وللسلام. سلام إلى مصر سلام. هناك أشياء يفوق جمالها الوصف. هناك يرقد التاريخ في أحضان الأرض الدافئة. هناك يفترش النيل الجميل خاصرة المدن العتيقة ويحتضن القرى وأسراب النخيل. هناك في مصر يجلس أبو الهول على قارعة الطريق يحرس الآثار والمعابد والأهرامات والليل الطويل. هناك في مصر فراعنة وأحفاد ورؤوس شامخة كالأوتاد. هناك خير الجند وخير الزاد والزواد. هناك الفن والطرب واللحن الشجي الذي يشدو برائحة الأولين والأجداد. في مصر الحبيبة هناك كتب وروايات وقصص لا تشبه كل الحكايات. هناك كتاب صفحاته لا تنتهي، كتاب يحتفظ لنفسه بكل الحروف والأعداد، كتاب اسمه الأهلي، في كل صفحة تاريخ طويل وفي كل حرف اعتراف جليل. إنه الأهلي المصري يا سادة، هو الماضي والحاضر والمجد والفخر وزيادة. هو البيت الكبير والكيان الشامخ الذي يسكن وجدان الشيوخ والكهول وحتى الطفل الصغير. الأهلي علم يرفرف عاليا في سماء واسعة بلا غيوم. هو البدر الذي يسطع فيحجب كل النجوم. هو هرم بلا برديات ولا خرائط ولا رسوم. هو عرق التحدي ورائحة الفوز التي تدوم وتدوم. لا يمكن الحديث عن الكرة المصرية وعن ألقابها ليلة السوبر وما أدراك ما